كان الخديوي إسماعيل جد الملك فاروق هو الذي أوصى في عهده ببناء الباخرة المحروسة لتكون الباخرة الرسمية للعاهل المصري. ومن مصادفات التاريخ أن الخديوي إسماعيل غادر مصر يوم 30 من يونيو حزيران من العام 1879 بالباخرة المحروسة نفسها وفي ظروف مشابهة جدا. كان الخديوي إسماعيل أرغم على التنازل عن العرش لابنه الأمير توفيق، وقد غادر إسماعيل مصر إلى المنفى متوجها إلى إيطاليا أيضا وإلى نابولي تحديدا، تماما كما حدث مع حفيده الملك فاروق بعد 73 سنة. الفارق أن الخديوي إسماعيل اتخذ إيطاليا مقرا مؤقتا للمنفى، انتقل بعدها إلى تركيا، أما الملك فاروق فأمضى بقية عمره في إيطاليا. والفارق الآخر أن الخديوي توفيق ابن الخديوي إسماعيل حكم مصر فعلا، بينما لم يتمكن أحمد فؤاد ولي عهد فاروق من ذلك. فعلا بعد ما رحلت وطلعنا من المياه الإقليمية ودخلت عليه كان حزين جدا، ما يحبش يوري حد. كان لدى الملك القليل مما يعزي به نفسه، ولأن السفر تقرر على عجل لم تكن المحروسة مجهزة بما يكفي من الطعام لمدة 3 أيام استغرقتها الرحلة من الإسكندرية إلى نابولي، وكانت وجبات الطعام تقتصر على القليل القليل: خبز وزيت وساندويش بيض مشوي للشخص الواحد في اليوم الواحد. كان علي ماهر طلب من سفير مصر في روما أن يرجو الحكومة الإيطالية باستقبال الملك أحمد فؤاد الثاني بما يتناسب مع الأعراف الدبلوماسية بدون جوازات. طبعا وصل تاني إلى كابري، كان لازم يكون في عبارة. احنا أخذنا العبارة ورحنا إلى جزيرة كابري، ولأن ما حبوش ناخد يعني نقعد في روما نفسها. لكن أفتكر أن برضه كان في بعض رجال السفارة في استقباله المصرية، واستقبال عشان كان ابني لسه الملك. ومنع المصورون من التقاط الصور، وانتقلت العائلة الملكية والأمتعة إلى فخر البحار، أما المحروسة فعادت إلى مصر. وبدأت الحياة الجديدة في إيطاليا. اليوم لا يشبه الأمس، والحاضر لا يشبه الماضي. كان الملك فاروق قد زار إيطاليا من قبل ومعه الملكة ناريمان في رحلة شهر العسل. الآن فاروق الأول أصبح الملك السابق، وناريمان الملكة السابقة، والملك الجديد هو الطفل أحمد فؤاد عمره 6 أشهر، فهو من مواليد 16 من يناير 1952. والأميرة فريال لم تبلغ 14 بعد، الأميرة فوزية في 12، والأميرة فادية عمرها 8 سنوات ونصف السنة. الرحلة الحالية ليست نزهة سياحية، إنها المحطة الأولى في رحلة المنفى الطويلة. استقرت العائلة في كابري في فندق جران باراديزو، وفي اليوم التالي وكان الذهول ما زال مسيطرا على أفراد العائلة جمعهم الملك وأخبرهم أنه سعيد لوجودهم معه. هذه كانت السعادة الوحيدة، وكانت التحولات كثيرة، من الإقامة في قصر إلى الإقامة في فندق، ومن مصر الوطن إلى إيطاليا المنفى. كان منطوي على نفسه لمدة 2 شهر في الأوتيل نزلنا في كابري، وبعدين اتجه قدر. كان في طبعا محامي ملك داميليو اللي هو ملك إيطاليا السابق، عمل الترتيبات بجوازات سفر دبلوماسية إيطالية، اخترت أنا وهو جروتا فيراتا، فيلا من 3 طوابق وجنينة كبيرة.
سكنت العائلة الملكية في فيلا دو سوميت في فراسكاتي القريبة من روما، ولم تعد المشاغل السياسية تملأ يوم الملك فاروق، بل وجد نفسه أكثر قربا من أسرته وأكثر اهتماما بها. Les us et coutumes du royaume d'Égypte faisaient que nous étions complètement isolés du monde extérieur. En exil, mon père était toujours aussi inflexible sur les questions de principe, mais certainement beaucoup plus disponible pour nous, vu que son emploi du temps le lui permettait. ثم ما لبثت الأميرات الثلاث أن انتقلنا إلى مدرسة غران فيرجي الداخلية في بلدة لوتري الواقعة على بحيرة لومون في سويسرا لمواصلة التعليم. أصبحت مصر بالنسبة إلى الملك فاروق وطن الذكريات التي كانت تبتعد مع مرور الأيام. الأنباء التي كانت تصله من القاهرة لا تدعو إلى التفاؤل. صوره انتزعت من الدوائر الرسمية، وصوره على طوابع البريد التي كانت ما زالت قيد التداول طبعت عليها خطوط غطت وجهه، وما لبثت طوابع جديدة أن حلت محلها. أوراق العملة التي كانت صورته مرسومة عليها سحبت من الأسواق تدريجاً. المقربون منه باتوا الآن في السجون. آثار الملكية تمحى يوماً بعد يوم. كل ذلك ينعكس سلباً على نفسيته، فزاد توتر أعصابه، وتضاعفت وتيرة السهر الذي أصبح وسيلة الهرب من الواقع المرير. ثم ها هو مجلس قيادة الثورة يعزل الملك الجديد أحمد فؤاد ويعلن قيام الجمهورية في مصر يوم 18 من يونيو 1953. أصداء ذلك بلغت الملك في روما، وكانت ثقيلة الوقع عليه. في ظل هذه الظروف الصعبة توترت العلاقة بين الملك وزوجته نريمان، واشتد الجفاء بينهما، وكانت قد أصبحت لا تطيق الغربة بعيداً عن أمها، إلى أن زارتها أصيلة هانم وشجعتها على طلب الطلاق والعودة إلى مصر. رضخ الملك للطلب بشرط أن يحتفظ بابنه أحمد فؤاد، ووافقت نريمان على ذلك. اختارت أن تتنازل عن ابنها وأن ترجع إلى القاهرة، حيث تقدمت إلى المحكمة الشرعية بطلب الطلاق رسمياً، وحصلت على الحكم في شهر فبراير 1954، وبهذا تكون عاشت مع الملك أقل من 3 سنوات. بعد ذلك حصلت نريمان على جواز سفر مصري رسمي، كما حصلت على إذن خاص بالسفر إلى سويسرا لمقابلة ابنها، في الوقت الذي كان فيه جميع أفراد العائلة الملكية ممنوعين من السفر خارج مصر. وقد سمح لها الملك فاروق عام 1955 بزيارة ابنها أحمد فؤاد، لكنها لم تلتقي بالملك فاروق من بعد، لكن محادثات هاتفية تمت بينهما. J'ai eu quelques contacts en Suisse quand elle est venue. J'ai surtout revu lorsque j'ai eu l'âge de 20 ans. Je l'ai revu à Genève et à Paris. Je lui ai dit que je lui avais pardonné et c'est ce que j'ai sincèrement essayé de faire. Maintenant, est-ce qu'on peut effacer toutes ces années où elle n'était pas auprès de moi? Non, on ne peut pas les effacer. Mais moi, j'ai essayé de le comprendre aussi, quel a été son point de vue, parce que elle a certainement souffert aussi de la situation et du caractère de mon père qui n'était pas facile non plus. أرسل أحمد فؤاد إلى بلدة كويي في سويسرا على مقربة من لوزان، وعاش في كنف مربيتين، الإنجليزية مس آن تورمسايد، والفرنسية مادموازيل سيمون تابوري، وحارس ألباني يدعى رستم عبد الرحمن، وكان يلتقي بأخواته الأميرات مرة في الأسبوع يوم الأحد. كان الأمر مختلفاً نسبياً لدى أخواته الأميرات. كان الطلاق بين أمهم الملكة فريدة وأبيهم الملك فاروق
قد تم في 19 من نوفمبر 1948 بعد 10 سنوات من الزواج. وفي العام 1957 أي بعد 5 سنوات من المنفى حصل اللقاء الأول بين الملكة فريدة وبناتها. كانت الحكومة المصرية سمحت للملكة السابقة بالسفر إلى سويسرا، وكان الملك فاروق من جهته قد وافق على لقاء الملكة فريدة مع بناتها بناء على إلحاح من ابنته الصغرى فاتية. كنا بنكتب جوابات